السلام عليكم، مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم جبت لكم وصفة راح تعجبكم بزاف، سنيكرز البيت الاقتصادي، مكونات بسيطة ومتوفرة في كل دار والنتيجة روعة. خليكم معايا نشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. نبدأ بالمقادير. لدينا ملعقة كبيرة من الزبدة، وعلبة من الشطورة للتزيين، وبسكوي مقطع خشن، كوب وربع من السكر، وكوب وربع من حليب مركز محلى، نصف كوب من الحليب، كوبين من الفول السوداني كاوكاو محمص ومقشر، ونصف كوب من الماء. أولا نحضر الكراميل. نضع السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة بدون تحريك حتى يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي. الخليط يغلي على النار هادئة حتى يتماسك قليلا. بعد ذلك نرفع القدر من النار وأضيف الفول السوداني إلى الخليط الكراميل ونقلب حتى تتغلف المكونات كلها. الآن نحضر قالب دائري أو أي شكل. نضع فيه الطبقة الأولى من البسكويت المقطع، بعد ذلك نضيف له خليط الفول السوداني مع الكراميل كطبقة ثانية. لمدة نصف ساعة ونزين سطح الوجه بالشوكولا المذابة. وهذه هي نتيجة سنيكرز البيت الاقتصادي، واجد حلوى لذيذة وسهلة وتكلفتها قليلة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتركوا باش يوصلكم كل جديد من جربتها قبلك. إلى الوصفة القادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.